ليه كده يا شيخ؟ الله اكبر. مش هتشوفوني بعد 3 جمعة. اللي انت شفته او اللي انت شايفه ده اسمه ابراهيم الطوخي. كنت بشوف ليه فيديوهات كتيره. هو توفى رحمه الله عليه. كان مشهور بيعمل كفته ولحمه وحاجات كده للغلابه، وكان انسان حلو يعني. فظهر زي ما انت شايف من فتره وقال له مش هتشوفوني تاني، كلها 3 اسابيع. فممكن في لحظه تدعي على نفسك تكون ابواب السماء مفتوحه، تلاقي الدعاء استجاب، في لحظه تلاقي روحك ميت، في لحظه الدعاء اللي انت دعيته بايا كان شكله ربنا يستجيب. ففي اوجات ابواب السماء مفتوحه. فدايما ما تدعيش على نفسك بالشر، ادعي على نفسك بالخير. ربنا خزائنه مليانه وخير ربنا كتير، ويقول للشيء كن فيكون. فاوعى تدعي على اولادك، اوعى تدعي على نفسك في يوم من الايام ترجع تندم. والله انا شفتها بعيني. كان عندنا واحده وكان صاحبي، كان ليا راجل كبير صاحبي كده، فامه قالت يكون ما ترجع، وكان سواق عربيه نجد، وبالفعل ركب العربيه وفي نفس اليوم عمل حادث، وتقول انا السبب انا السبب. مشكله كبيره جدا. فلازم توقف، لازم تشغل عقلك، ادعي بالخير، يمكن يكون باب السماء مفتوح. ادعي اللي عندك ابن مش ماشي كويس او فاسد او ان هو غير صالح، ادعي له ربنا يهديه، ادعي ربنا يكتر عليك الخير، ربنا يرزقك. مش عندك اولاد قول يا رب. اوعى تدعي على نفسك بالشر، خليك مع الله تكسب. ربنا يحفظنا ويحفظكم. صلي على النبي، شارك الفيديو لعل احد يستفيد.